عسلامة مرحبا بكم. هذه أبسط طريقة باش نطيبوا مبسوطة متاع سميد القمح. العادة نعملوها بالسميد العادي. المرة هذه حبيت نعمل مبسوطة كيك من هكاكا، وإلا نقولوا لها احنا في صفاقس مبسوطة، وإلا زيادة خبزة، وإلا حصيل، وإلا ما كل واحد كيفاش يسميها في الجهة متاعو. خذيت كيلو ونص سميد القمح، وفوحته بشوية فاح خبز، ومغرفتين سكر، ومغرفة ملح، زوز ساشيت خميرة خبز، وزوز مغارف زيت زيتونة. ومن بعد نعجن بالماء الدافي كيما موجود في التصويرة. نزيد الماء بشوية ونعجن، ومن بعد نخليها تتخمر مدة ساعة هكاكا ولا حتى أكثر ميسالش. وبعد نرش شوية سميد في الطبق متاعي، ونحل المبسوطة كما تشوفوا هكا، قيمها بالسياسة. ومن بعد نرميوها في الطاجين متاع المبسوط، نقبوها كيما هكا باش ما تتفخلناش، ونقعدوا حصيلو نقلبوا وندوروا حتى طيب. والبنة والريحة ما شاء الله ما نحكي لكمش. هذه مبسوطتنا حضرت حصيلو تبارك الله كيلو ونص، بون عمل لي 4 مبسوطات كبار كيما هكاكا. ان شاء الله تجربوها وقولوا لي في التعليقات كيفاه جاتكم.